بنرجع مرة تانية لأخبار وتسريبات دي سي علشان خاطر نشوف جيمس جان قال إيه مؤخرا، وكمان نشوف التسريبات بتاعت فيلم كليفيس اللي عن طريقها بنعرف إن في شخصيات كتير هتتقدم في عالم الدي سي يو. أول حاجة بنعرفها كده حوالين مشروع مان اوف تومورو اللي يعتبر كل الأنظار متجهة إليه، خلاص فيلم تقيل جاي لشخصية سوبرمان. بنعرف إن جيمس جان هو فعلا تم الانتهاء من كتابة سكريبت الفيلم ده، وده بعد ما واحد من الجمهور فعلا سأله خلصت كتابة الفيلم بتاع مان اوف تومورو ولا لسه. جيمس جان هنا رد وقال كله، يعني فعلا السيناريو مكتمل، لكن هو دلوقتي في مرحلة المراجعة الطويلة. جيمس جان في الوقت الحالي بيعيد وبيكتب وكمان بيصلح ويعدل كتير علشان خاطر يطلع بأفضل شكل. هو بيقول كمان ان العملية ممتعة جدا بالنسبة ليه، ووضح انه بيحاول ينجز شوية دلوقتي قبل ما يتم عرض مسلسل بيس ميكر بالكامل، علشان هنا مع كل حلقة تتعرض هو والجمهور فعلا يتفرجوا عليه اول باول. بعد كده بقى بنعرف من جيمس جان ان مسلسل بيس ميكر الموسم الثاني بيمهد الطريق بشكل مباشر لفيلم مان اوف تومورو. اللي بيحصل هنا ان في نقاش بين الناس عن اذا كان موسم بيس ميكر التاني هيكون له علاقة مباشرة بفيلم سوبرمان مان اوف تومورو ولا لا. ونقدر نقول بقى ان جيمس جان يعتبر نهى النقاش ده بكلمة واحدة، ايوه مباشرة على طول. يعني من الاخر كده الموسم التاني من مسلسل بيس ميكر هيكون مش مجرد حاجة جانبية، لا هو نفسه اللي هيجهز وهيوصل على طول لاحداث فيلم مان اوف تومورو. يعني اللي هيشوف المسلسل لازم يعرف انه بيكمل القصة اللي هتتفجر في الفيلم. وكالعادة بقى زي ما بقول لك كتير هنا على القناة، اوقات فعلا جيمس جان بيقول تصريحات وبعد كده بيطلع يناقض نفسه. ولو قلت لي ازاي فخليني اقول لك الموضوع بسيط جدا. واحد من الجمهور فعلا وجه سؤال مهم لجيمس جان، قال له ان في ناس قلقانه من مشروع بيس ميكر الموسم الثاني علشان خاطر تصنيفه للكبار فقط، وبيقولوا كمان ما ينفعش يبقى هو الرابط الاساسي مع افلام مهمه زي مثلا سوبرمان او حتى مان اوف تومورو اللي تصنيفهم بيكون اقل طبعا. وانت قلت كذا مره اننا مش محتاجين نشوف بيس ميكر علشان خاطر نفهم سوبرمان او حتى مان اوف تومورو، مش صح كده؟ يعني الربط بين الأعمال مجرد سياق إضافي مش شرط أساسي. هنا بقى جيمس جان بيرد عليه وبيقول له بالظبط أنا قلت الكلام ده كتير قبل كده، أي مشروع في الدي سي يو ينفع يتشاف لوحده من غير ما تكون شفت الباقي. زي مثلا تقدر تتفرج على بيس ميكر لوحده أو تتفرج على سوبرمان من غير حتى ما تشوف مثلا مسلسل الكوماندوز. بس لازم اوضح ان فيلم مان اوف تومورو وكمان الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر مرتبطين ببعض جدا. يعني باختصار اي عمل في الدي سي يو ينفع يتشاف منفصل، مش لازم تشوف بيس ميكر علشان خاطر مثلا تفهم سوبرمان. ولكن في حالة بقى مان اوف تومورو والموسم الثاني من بيس ميكر في ترابط مباشر وقوي بينهم، وده طبعا عمره ما يتماشى مع التصريحات بتاع جيمس جان ان انت مع عالم الدي سي يو مش شرط تتفرج على كل المشاريع علشان خاطر تفهم المشاريع اللي بعد كده. وحتى كمان جيمس جان كان قال مثال برضه على مارفل على حاجه زي دي لما قال لك المشاريع اللي هتقدمها مع عالم الدي سي يو هتكون طبعا مش زي مارفل، ان انت محتاج تتفرج على كل المشاريع دي علشان خاطر تفهم الخطه في النهايه ماشيه ازاي. بس الظاهر كده جيمس جان وقت التصريح ده ما كانش عامل حسابه ان انت لازم تتفرج على مسلسل بيس ميكر الموسم الثاني علشان خاطر تعرف تتفرج على مان اوف تومورو، ودي حاجه بصراحه من ضمن الحاجات اللي دايما مش بتخليني اثق 100% في كلام جيمس جان، لانه كتير جدا كان بيقول تصريحات وفجأة ممكن يرجع او ينفي التصريحات دي عادي. المهم بيروح بعد كده بقى للتعليقات اللي كتبها ووضح شوية تفاصيل عن علاقة هاركورد وكمان ريك فلاج جونيور. واللي اتفرج طبعا على الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من بيس ميكر هيفهم الكلام اللي انا هقوله بعد كده. على العموم اول تعليق من جيمس جان قال ان قبل ما يبدأ تصوير الموسم اللي فات قال لجينيفر هولاند اللي هي طبعا زوجته واللي بتلعب شخصية هاركورد إن شخصيتها كانت في علاقة عاطفية مع ريك فلاج جونيور، علشان بعد كده وضح في أثناء تصوير سوسايد سكواد اللي طبعا كان من إخراجه اتكلم هو والممثل كينمان اللي بيلعب دور ريك فلاج عن إن ريك فعلا شخص كويس ولكن بتاع ستات، وبيأكد إننا شفنا ريك مع بيس ميكر بيعكسوا الست اللي كانت في بيت الدعارة في الفيلم بتاع سوسايد سكواد. علشان بعد كده في التعليق اللي بعده وضح انه مش شايف ان ميري هاركورد كانت وحيده، وهي غالبا كانت عارفه ان ريك بيتعامل كده مع الستات وده السبب ان عندها مشكله في انها تبقى قريبه او حقيقيه في علاقتها مع الناس. فقال ان هو فرحان جدا ان الممثل كيلمان وافق يعمل المشهد ده في الموسم الجديد وانه كان مضحك جدا في الحلقه دي، وكمان بقى نفسه يعمل معاه اعمال كوميديه اكتر، وبيختم ان هو محظوظ ان الممثل كيلمان صاحبه ممكن انه فعلا شارك. فمن كلام جيمس جان ممكن فعلا الممثل ده يكمل معانا في احداث الموسم الثاني من بيس ميكر وممكن فعلا يكمل في عالم الدي سي يو. ولو قلت لي ازاي فخليني اقول لك في نظريات كتير ولكن ده مش وقته.
التصريحات بتاع جيمس جان هنا بتأكد معانا فعلا ان كان في علاقة رسمية ما بين هاركورت وكمان ريك فلاج، وحاجة زي دي فعلا اتوضحت معانا في الحلقة الثالثة من بيس ميكر. هنا كمان برضو من اخر تصريحات جيمس جان بيأكد معانا بشكل رسمي ان اسم الفيلم الجديد هو مش سوبرمان مان اوف تومورو. جيمس جان بيأكد ان العنوان الرسمي هيكون مان اوف تومورو من غير كلمة سوبرمان، وحاجة زي دي بتثبت ليه جيمس جان أكد قبل كده إن ده مش سوبرمان 2، يعني مش تكملة مباشرة لأحداث الجزء الأول. بما إننا جبنا سيرة فيلم مان اوف تومورو، فخلينا برضه نشوف جيمس جان كان بيلمح لإيه برضه مؤخرا حوالين الفيلم ده. من كلام جيمس جان فهمنا إنه بيلمح إن شخصية لويس لين اللي بتعملها الممثلة ريشا بروسنان هيكون ليها دور مهم جدا في الفيلم ده. بص خلينا نقول ان الممثله فعلا قدمت شخصيه لويس لين في فيلم سوبرمان بشكل كويس، ولكن من وجهه نظري بصراحه شايف ان الموضوع كان اوفر، يعني قدرت ان هي تعمل كل حاجه حرفيا، فاضل بس انها كانت تقدر تطير في الاخر. فجيمس جان قدم الشخصيه بطريقه كويسه في فيلم سوبرمان، بس شايف ان الموضوع برضه هيكون اوفر شويه لو برضه شفنا شخصيه لويس لين بتقدم معانا في فيلم مان اوف تومورو بنفس الطريقه اللي اتقدمت معانا في فيلم سوبرمان. ومعلش يعني زي ما قايل لك لسه من شويه ده يعتبر مش تكمله لفيلم سوبرمان، فلو انت فعلا عاوز تدي شخصيه لويس لين وقت كبير على الشاشه فسيبها بقى في السلسله بتاعت سوبرمان بعيد عن اي حاجه تانية. ولو عايز بقى تسمع برضو كلام اكتر حوالين مان اوف تومورو، فخليني اقول لك على حسب التقارير الجديده ان فعلا في كذا شخصيه تقيله من عالم دي سي هيظهروا في الفيلم ده. يعني زي ما احنا عارفين في شخصيات شفناها قبل كده في فيلم سوبرمان واللي لسه هيبانوا كمان في فيلم سوبر جيرل، وكمان في شخصيات اول مره هيظهروا في عالم دي سي، ومن ضمنهم كمان مين؟ ايوه باتمان طبعا. ما مش معقول يعني الملحمه دي كلها وفي الاخر مش هنشوف باتمان. الفيلم ده فعلا هيجمع شخصيات كبيره، والمعروف لحد دلوقتي ان سوبرمان وليكس موجودين فيه، ومن ساعه الاعلان مواقع ومصادر بدات تقول حاجات كتير. بس بصراحه من وجهه نظري يعني أنا لحد دلوقتي شايف ان ده كله يعني اشاعات، خليها مشيها كده يعني، بصراحه مفيش اي حاجه تاكيد لحد دلوقتي بشكل رسمي، لان وارد جدا في لحظه جيمس جان يطلع يقول لك كل الكلام ده غلط. فالشخصيات زي ما قلت لك قبل كده مثلا زي هوك جيل، وكمان شخصيه جرين لانترن ايا كان بقى جاي جادنر او حتى شخصيه جون ستيوارت، فايوه فعلا في شخصيات كتير، فمش معقول ده كله وفي الاخر مش هنشوف باتمان. والفكره هنا ان فيلم كلاي فيس هيكون نازل قبلها وباتمان المفروض يظهر فيه، والقصه اللي مستوحي منها الفيلم لها علاقه بباتمان فعلا، فيمكن الخبر صح، يعني نقدر نقول على الاقل خالص كده بالميت كم بسيط من شخصيه باتمان في الفيلم ده. كمان في كلام ان وندر وومن هي كمان هتظهر، وده منطقي لان ده بيبقى عاوزين الفيلم ده ينزل قريب 2027 او 2028، فممكن يعرفها للجمهور الاول في مان اوف تومورو قبل ما تعمل الفيلم بتاعها المنفصل، زي ما عملوه مثلا قبل كده في فيلم باتمان ضد سوبرمان لما شفنا تقديم شخصيه وندر وومن وبعد كده شفنا فيلم وندر وومن البارت الاول. فبعد كل الكلام ده نقدر نقول ان فعلا دي سي ماشيين باقصى سرعه. يعني مين كان متخيل مثلا ان جيمس جان يطلع كده في يوم وليله ويعلن عن مشروع مان اوف تومورو اللي كل المصادر لحد دلوقتي بتتكلم ان في شخصيات كتيره وتقيله هتظهر في الفيلم ده. اخرهم كمان يمكن صوره بدات تنتشر على الانترنت واللي بيقال منها ان ده يعتبر تسريب من داخل القصه، بس انا من وجهة نظري برضو شايف ان دي من ضمن الحاجات اللي ملهاش اي اساس من الصحة لحد دلوقتي، لان الاكيد اللي عارف ايه اللي هيحصل فقط في احداث الفيلم هو المخرج جيمس جان. علشان بعد كده بنتكلم على الصورة اللي عملت اثارة للجدل بشكل كبير جدا، وهو ان احنا بنشوف الممثل ديفيد كونسويت اللي بيعمل شخصية سوبرمان في عالم الدي سي يو اتشاف بالفعل في الكواليس بتاع تصوير مسلسل بيس ميكر، وكان لابس بدلة سوبرمان كاملة، وده هو رايح يزور جون سينا اللي بيعمل شخصية كريس او بيس ميكر. وده بقى اللي خلى ناس كتير تقول يا جماعه خلاص يبقى كده سوبرمان اكيد هيكون ليه كاميو في الموسم الثاني من بيس ميكر، لان جيمس جان اكد قبل كده ان هيكون في اكتر من مفاجاه بالفعل في الموسم الثاني. غير كمان على الجانب التاني اكد برضو ان الحلقه السادسه والسابعه وكمان الثامنه هيكونوا فعلا جامدين جدا. فهل ده في النهايه بيمهد على ظهور شخصيه سوبرمان في الموسم الثاني من بيس ميكر؟ ما تنساش برضو ان احنا شفنا قبل كده صوره من ورا الكواليس للممثل ده مع الممثله اللي بتعمل شخصيه ايديبايو، واللي برضو عن طريقها ناس كتير قالت ان شخصية سوبرمان هتظهر معانا في الموسم الثاني من بيس ميكر. ففعلا حاجة من الاتنين، لا اما فعلا هنشوف كاميو لشخصية سوبرمان في نهاية الموسم الثاني من بيس ميكر، لا اما هي دي مجرد صور عادية. فعلا وقت التصوير بتاع بيس ميكر كان في تصوير اصلا لفيلم سوبرمان، فوارد جدا يكونوا هما الاتنين كانوا قريبين من بعض وفي النهاية شفنا الصور دي، والصور دي اتصورت وقتها وخرجت معانا دلوقتي، وانا شايف بصراحة ان ده منطقي جدا. طيب هنا كمان برضو من ضمن التسريبات الاخيرة اللي خرجت حوالين الموسم الثاني ان في كاميو برضو لممثلة تقيلة هتظهر معانا، بس انا من وجهة نظري شايف ان التسريب ده هو مجرد هبد الصراحة. يعني من الاخر كده الممثلة سيدني سويني هيكون لها كاميو كبير في الموسم الثاني من مسلسل بيس ميكر،
وعلى العموم هي المفروض هتظهر في دور عشيقة اوجي سميث ابو بيس ميكر، يعني مش دور كبير بس كده ظهور جانبي، وممكن حاجه زي دي تدي عمق او حتى تفاصيل زياده عن شخصيه الاب. بس انا من وجهه نظري بصراحه مش مصدق خالص الكلام ده، ومش شايف ان الممثله دي هيكون لها كاميو في الموسم الثاني. حتى في النهايه لو جيمس جان حب يعمل حاجه زي كده فممكن في النهايه الممثله تخسر دور كبير جدا في عالم الدي سي يو. وخد بالك شخصيه باور جيرل طلع عليها تسريبات قبل كده فعلا ان هي ممكن تتقدم معانا في اوائل عالم الدي سي يو. فلحد دلوقتي فعلا معظم جمهور دي سي شايف ان الممثله دي هي لايقه جدا على شخصيه باور جيرل. طيب هنا بقى نرجع مره تانية لكلام او تصريحات جيمس جان، واللي عن طريقها بنفهم بقى ان وقت تحضير فيلم سوسايد سكواد اللي كان من اخراجه كان بيفكر فعلا يضيف شخصيات تقيله جدا. الشخصيات دي زي مثلا شخصيه ديستروك او بين او كمان مان بات. يعني هنا بنفهم قبل ما يقرر التشكيله النهائيه للفيلم كان في دماغه يدخل الثلاثه دول جوه الفرقه، بس في الاخر استقر على شخصيات تانية، وده يمكن علشان خاطر ما يحرقش اوراق كبيره بسرعه او يسيبهم لاعمال جايه. وده كمان بيورينا ان جيمس جان شايف الشخصيات دي مهمه وممكن يكون لسه محتفظ بيهم لمشاريع تانية في عالم الدي سي يو. وانا بصراحه مش مستبعد حاجه زي كده، بدال جيمس جان قال الكلام ده او التصريح ده بالتحديد يبقى ده بيأكد معانا ان الشخصيات دي جايه في عالم الدي سي يو. وهنا مش هنروح بعيد، انت كده كده عندك مشروع بين اند دي ستروك، واللي لحد دلوقتي مفيش اي تطورات حوالين المشروع ده ولكن هو قادم فعلا. على الجانب التاني معانا برضه شخصيه مان بات واللي بنسبه كبيره هي كمان جايه في عالم الدي سي يو. فتصريح زي ده من جيمس جان انا شايفه بصراحه ان هو تلميح على تقديم الشخصيات دي في عالم الدي سي يو. طيب هنا كمان بقى بالنسبه لمشروع دايناميك ديو اللي عرفناه مؤخرا ان الكتاب اللي شغالين على المشروع ده شغالين دلوقتي على اعاده كتابه السيناريو. وبما ان بقى بنقول اعاده كتابه السيناريو فاذا السيناريو الاولي خلينا نقول ان دي سي ستوديوز ما عجبهمش الصراحه. وده يرجعنا للتصريحات بتاعت جيمس جان ان هو مش هيوافق على اي سكريبت غير لما السكريبت فعلا يكون ممتاز. فايوه ممكن في ناس تتضايق ان هم لسه هيعملوا اعاده السكريبت من اول وجديد، ولكن خليني اقول لك ان ده فعلا كويس جدا لصالح دي سي. يعني انا ما عنديش مشكله ان هم مثلا دلوقتي خلصوا السكريبت وخلاص هنبتدي نشتغل على فيلم ديناميك ديو، ولكن في النهايه يجي يعرض الفيلم ونلاقي مثلا القصه بتاعته مش افضل حاجه. طب وايه اللي وصلنا لكده؟ ما احنا عندنا الفرصه دلوقتي ان احنا نرفض السكريبت او نعمل اعاده السكريبت من اول وجديد، بس في النهايه نشوف فعلا عمل بيتقدم والجوده بتاعته ممتازه. لحد دلوقتي المشروع ده اللي بنعرفه ان هو يكون في الالس وورلدز مش عالم الدي سي يو، بس لسه حاجه زي دي برضو معلهاش تاكيدات رسميه. واعتقد برضو في النهايه ممكن الموضوع ده يتاكد بشكل رسمي بعد مثلا من اتهام السكريبت وارد جدا، علشان بعد كده نشوف بقى اهم التسريبات اللي خرجت معانا من موقع تصوير فيلم كلاي فيس. اللي ظهر معانا مؤخرا ان احنا بنشوف كلمه بلاك كاناري، وخد بالك دي مش اول مره بتكلم على الشخصيه دي، قبل كده كنت بتكلم على كلمه معينه والكلمه دي كانت خاصه بفرقه والفرقه دي في النهايه بتنضم ليها الشخصيه دي. دلوقتي بنشوفها بوضوح كلمه بلاك كاناري، وده بيأكد معانا ان الشخصيه دي بنسبه 90% لحد دلوقتي هي موجوده معانا في عالم الدي سي يو. مش عاوز اكد معاك بنسبه 100% لان الله اعلم ممكن يكون في نيتهم ايه، بس خلينا نقول في الوقت الحالي ان بلاك كاناري هي جايه في عالم الدي سي يو فعلا. طيب هنا برضو من ضمن الحاجات المميزة اللي خرجت معانا من التسريبات واللي بصراحة هتبقى حاجة تقيلة جدا لو حصلت في فيلم كلايفيس، إن أحداث الفيلم بنسبة كبيرة هتدور في الشتاء، وبالتحديد كمان حوالين شهر نوفمبر وديسمبر. طيب هنا بقى ايه اللي بيخلينا نقول كده مع اننا ما شفناش اي اجواء شتويه خالص من موقع التصوير يمكن لحد دلوقتي؟ اللي بيخلينا نقول كده ان في صوره فعلا ظهرت من التسريبات. الصورة دي فيها إعلان عن واحد مفقود مكتوب إن آخر مرة اتشاف فيها كانت يوم 10 نوفمبر. أما بالنسبة للصورة التانية عن طريق لافتة باين جدا إن المحل كاتب عليها تخفيضات شتوية، ودي كلها حاجات فعلا بتثبت معانا إن ممكن فعلا أحداث الفيلم هتدور في الشتاء، وحاجة زي دي هتدي طابع مظلم وكئيب أكتر، وكمان هيكون مناسب جدا لشخصية زي كلايفيس. انا مش عاوز اعمل لك ربط ولكن خليني افكرك برضو ان كان بيتقال قبل كده ان فيلم ذا باتمان البارت التاني هيكون الاجواء بتاعته شتويه، وده يمكن يكون مثلا بيمهد على تقديم شخصيه مستر فريز. وحاجه زي دي برضو يمكن كانت في نهايه مسلسل ذا بينجوين بنقول فعلا ان احنا بعد كده هندخل على الشتاء. وزي ما قلت لك انا ما اقصدش هنا ربط، ولكن الاجواء دي بصراحه هتكون كويسه جدا ان كان مثلا مع ذا باتمان البارت التاني او حتى كمان مع مشروع كليفيس، حتى لو في النهاية كل مشروع فيهم هياخد طريق منفصل عن التاني. بس احنا هنا بنتكلم على حاجة كان نفسنا نشوفها من زمان، ان كان مثلا مع فيلم باتمان بين افليك اللي اتلغى في النهاية وما اتعملش، او حتى كمان فيلم باتمان ضد سوبرمان اللي كان اساسه اصلا المفروض يكون في الشتاء. طيب هنا كمان برضه من التسريبات لاحظنا ان يمكن يكون في اشاره لوجود شركه سيونس للصناعات، ودي الشركه اللي بيمتلكها رومان سيونس المعروف باسم بلاك ماسك. يعني نقدر نقول ان ده فعلا تلميح على تقديم شخصيه بلاك ماسك في عالم الدي سي يو برضه.
طيب هنا ايه اللي ممكن يحصل؟ خلينا نقول ان ممكن فعلا الفيلم يلمح لوجود الشخصية دي، سواء مثلا هيظهر بنفسه او بس هنشوف اثره من خلال الشركة بتاعته. وده بقى بيفتح باب اننا نشوفه بعدين كشرير رئيسي او حتى يكون ليه دور جانبي في القصة. فمن الاخر كده وجود اسم الشركة دي في الوقت الحالي نقدر نقول ان ده فعلا اشارة لشخصية بلاك ماسك. ومش هنروح بعيد، يعني قبل كده شفنا الاسم اللي انا قلت لك عليه ان في النهاية فعلا كان بيوصل لشخصية بلاك كاناري، ومع التسريبات شفناها صريحة كده. فهل نفس السيناريو ممكن فعلا يحصل مع شخصية بلاك ماسك؟ وارد جدا.